مساء الخير. في ادوات لخطة كيورد للتطبيقات غير اب تويك عشان عطلان دلوقتي والموبايل اكشن لازم جوجل بيزنس. بالنسبة للاجابة على السؤال ده فانا بالفعل كنت متكلم على اليوتيوب في السلسلة بتاعت الاب ستور اوبتمايزيشن ومغطي بيها بالتفصيل كل حاجة ممكن تكون محتاج تعرفها عن الاب ستور اوبتمايزيشن، وازاي تربط ما بين الاب وازاي تربط ما بين كمان الادز وازاي تربط ما بين حتى الترافيك اللي هيجيلك بشكل اورجانيك عشان تعرف تتحكم في كل حاجة. ولكن لما نحاول نجاوب على السؤال في نطاق الجزئية اللي احنا بنتكلم فيها النهارده فهنبدأ نقسم الاجابة لاكتر من جزء. اول حاجه وهو ان التعامل مع التطبيقات بيبقى مختلف شويه عن التعامل مع المواقع، وعشان كده في اول جزء من السلسله كنت اتكلمت على ان انا لما باجي استعمل اي تولز للكيورد ريسيرش بلاقي ان النتائج بتاعتها غير دقيقه تماما مقارنه بكيورد بلانر او سيمرش او اي تول تانية بنستعملها في الاس اي او، وهي دي نقطه الاختلاف الجوهريه ما بين الاس اي او وما بين الاي اس او. لان لما نيجي نتكلم عن الاي اس او الاب ستور اوبتمايزيشن فانا هنا بتكلم على بعض القيود او بعض التحكمات اللي عاملاها الشركات، سواء شركه ابل صاحبه ابل ستور او شركه جوجل صاحبه جوجل بلاي، فهم مش بيصدروا لينا كم كبير من الداتا اللي تخليني اعرف اعمل تراكنج بشكل مبالغ فيه للكلمات زي مثلا الادوات الخاصه بالمواقع. ولكن في نفس الوقت مش معنى كده ان مفيش ادوات. بالنسبه للتولز اللي ممكن نستعملها فعندنا من اشهرهم بالطبع هي اب تويك، ولكن الشخص هنا بيقول انه مش محتاجها. ولكن عندنا كمان برضو اب رادار، عندنا كمان برضو اي اس او ديسك، وكمان عندنا كيورد بلانر. هيجي حد يسالني هيقول لي بس كيورد بلانر متخصص اكتر في السيرش والكلام اللي زي ده. هقول لك بس القاعده البديهيه بتقول ان الحاجه طالما في سيرش عليها في جوجل او سيرش عليها بشكل عام يعني، فبديهيا احتمال يبقى عليها سيرش كبير وكبير جدا كمان موجود على التطبيقات ومتاجر التطبيقات. ولكن بغض النظر عن التولز وبغض النظر عن ان اغلب التولز دي اصلا تكلفتها مرتفعه بالنسبه لينا يعني كعرب مقارنه بالاجانب، فمن الاساس انت مش محتاج تستعمل التولز دي. انت ممكن تكتفي بكيورد بلانر وهتكون اكتر من كافيه بالنسبه لك، لان في كل الحالات هنلاحظ ان في عدم دقه او عدم اتساق في البيانات لما نيجي نقارن ما بين كيورد بلانر للمواقع وما بين اب تويك او اب رادار او اي اس او ديسك مقارنه بالتطبيقات. فبالتالي نصيحتي هنا ان الافضل دايما انك تحاول تعتمد على التول المتاحه تحت ايدك سواء كيورد بلانر او اي تولز تانية، وعدم تحجيم نفسك في توافر تولز معينه زي اب تويك او غيرها. ولو عندك سؤال وحابب نجاوب عليه تقدر تسيبه في التعليقات، وما تنساش تنضم لاكتر من 40 الف عضو على ادفانسد ديجيتال ماركتنج كوميونتي.